مرحبا بكم في قناتكم العالم الجميل نايس وورلد. نرحب بجميع المتابعين والمشاهدين والمشتركين، ويسعدنا اليوم أن نقدم لكم توقعات علماء الفلك والأبراج لشهر مارس 2026. توقعات الفلك والأبراج لشهر مارس 2026 بتعد بمفاجآت طيبة جدا لمعظم الأبراج، وبتعد بمفاجآت لغير المرتبطين بفرصة كبيرة جدا للارتباط خلال شهر مارس، خاصة لمواليد برج الثور، برج الجوزاء، وبرج الميزان. بالنسبة لتوقعات شهر مارس 2026 بالنسبة لبرج الحمل، شهر مارس هيجلب لمواليد برج الحمل حيوية في الناحية أو الجانب المهني. يجب على مواليد برج الحمل استغلال الإنجاز والفرص لتحقيق الأهداف والمقترحات المؤجلة. وبالنسبة لتوقعات الأبراج لشهر مارس، ستصبح قدرة برج الحمل على الجدال عاملا حاسما في التفاوض على بنود أي تعاون جديد. الأمور المالية بتتطلب الحذر، خاصة فيما يتعلق بالنفقات الصغيرة اللي ممكن تؤثر على استراتيجية الادخار. في الشراكة يجب التركيز على الخطط المشتركة اللي بتتطلب أكثر من مجرد اتفاق سطحي، ويجب البحث عن اتفاق أعمق. إذا كان مولود برج الحمل بيبحث عن شريك، فلا ترفض دعوات الانضمام إلى المجتمعات والاجتماعات المختلفة واللقاءات المختلفة، خاصة مع الأشخاص ذوي الاهتمامات الفكرية المماثلة. المرونة النفسية ستعتمد خلال هذه الفترة على مدى القدرة على تخصيص وقت للراحة والاستجمام بعد المهام الشاقة. سيزول إرهاق الربيع خلال هذه الفترة إذا أكثرت من تناول الأطعمة الموسمية وقللت من السكريات المصنعة. توقعات علماء الفلك والأبراج لبرج الثور في شهر مارس 2026. في شهر مارس يجب على مولود برج الثور التركيز على بناء أساس متين للمستقبل المهني وتجنب الحلول السريعة والمؤقتة، وسيثمر الصبر في التواصل مع العملاء أو الشركاء المتطلبين لأولى النتائج الملموسة. أولى النتائج الملموسة هتظهر في نهاية ال10 أيام الثانية من الشهر، يعني بداية من يوم 20 مارس. الاستثمار في تطوير النفس هو الاختيار الأمثل لإدارة الأموال. في المنزل تجنب الميل إلى توجيه أحبائك واستمع لهم ولآرائهم. حاول فهم مخاوفهم الحالية، ولحظات الفرح المشتركة ستعزز من قوة العلاقة. على مواليد برج الثور غير المرتبطين التوقف عن تحليل الماضي والبدء في استغلال الفرص الحالية المتاحة باستمرار، لأن لديهم فرصة كبيرة للارتباط في شهر مارس. يجب دعم الصحة بقضاء المزيد من الوقت في الهواء الطلق، والذي سيساعد على التخلص من الآثار السلبية للتوتر. بالنسبة لتوقعات شهر مارس لبرج الجوزاء، الفضول الفطري لمولود برج الجوزاء سيقوده إلى معلومات جديدة ستغير نظرته لمشروع عمله الحالي. وفقا للتوقعات المهنية يجب أن تراهن على الدبلوماسية، لأن المواجهة المباشرة مع الإدارة أو الزملاء قد لا تنتهي بشكل جيد في هذا الوقت. الدخل سيكون مستقرا، لكن حاول أن تكون عقلانيا في المشتريات التي تهدف فقط إلى تحسين المزاج بشكل فوري. في العلاقات يجب مراجعة التوقعات المتبادلة، وبمجرد أن تتضح الأمور قد يؤدي ذلك إلى تغيير إيجابي في سير الحياة الأسرية. التواصل الصادق دون مبالغة سيساعدك على تجاوز الفتور الطفيف الذي ربما تسلل بينك وبين شريك حياتك في الأسابيع الأخيرة. أما غير المرتبطين فلديهم فرصة كبيرة جدا في شهر مارس لمقابلة شخص ملهم في دورة تدريبية مهنية أو أثناء السفر للعمل. بالنسبة للجانب الصحي ستحافظ على لياقتك البدنية في أفضل حالاتها.
إذا تعلمت التمييز بشكل أفضل بين الالتزام الضروري بالعمل والإدمان عليه. توقعات شهر مارس لمواليد برج السرطان. شهر مارس سيجعل مواليد برج السرطان سيجعلهم يتحلون بمزيد من الشجاعة في طرح الأفكار في مجال العمل، فليس من المجدي التردد، لأن التردد أحيانا قد يعمل على أن يسبقك أحدهم بفكرة كانت تراودك منذ مدة. قدرتك على التعاطف أداة أساسية لتهدئة أي توترات في العلاقات وفي العمل. إذا كنت ترغب في الإنفاق فاستثمر في منزلك وفي بعض التحسينات البسيطة. شعورك بالراحة والأمان سيعوض في هذه الفترة، وسيقدر شريك حياتك استقرارك العاطفي واستعدادك لخلق جو هادئ حتى في الأيام والمواقف التي يبدو فيها العالم الخارجي فوضويا وغير مفهوم. إذا كنت غير مرتبط فامنح نفسك بعض الوقت للتفكير فيما تريده حقا، وقد تظهر بعض المغريات، لكن فكر مليا فيما إذا كنت ترغب حقا في السماح لشخص ما بالدخول لحياتك الشخصية بهذه السرعة. حاول أن تحيط نفسك بأشخاص لا يستنزفون طاقتك العاطفية بشكواهم المستمرة. انتبه للطعام وللجهاز الهضمي لأنه قد يكون أكثر حساسية في شهر مارس. توقعات برج الأسد في شهر مارس 2026. النجوم ستمنح مواليد برج الأسد فرصة للنمو والتطور في شهر مارس، ستساعدهم الجاذبية الطبيعية على فتح آفاق لم تكن متاحة لهم من قبل. وفق الأبراج سيكون هذا الشهر مثاليا لإجراء مفاوضات جديدة بشأن زيادة في الراتب أو منصب وظيفي مرموق. ابدأ بالبحث عن فرصة عمل أفضل إذا لم تكن مستريحا أو متوافقا في عملك الحالي. قد تؤتي بعض المخاطر المالية ثمارها هذه المرة، ولكن يجب أن تكون جميع البيانات اللازمة متوفرة لديك. يجب ألا تتخذ قراراتك تحت تأثير العواطف فقط. في العلاقات اسعى لتحقيق توازن أكبر بين احتياجاتك ورغبات الشريك، لأن ترجيح كفة أحد الطرفين لا يدوم طويلا، وإذا استمر فلن يؤدي إلا إلى نزاعات لا داعي لها وشعور بالظلم. قد تكون أمسية رومانسية هادئة بعيدا عن الهاتف والتلفاز هي الشرارة التي تحتاجها علاقتك هذه الأيام. ينصح مواليد برج الأسد غير المرتبطين بالذهاب إلى الأماكن الثقافية حيث تزداد احتمالية لقائهم بشخصية جذابة. وجه طاقتك نحو الأنشطة الرياضية التي تستمتع بها، ولا تجبر نفسك على ممارسة تمارين لا تشعرك بالرضا، ولا تلتفت لضغط الأقران. بالنسبة لتوقعات برج العذراء في شهر مارس 2026، النهج التحليلي أو المنهج التحليلي أو الطريقة التحليلية التي ستتبعها في شهر مارس عند التعامل مع فترات الراحة من العمل ستعتبر بالنسبة لك ميزة تنافسية. بفضل ذلك هيتمكن مواليد برج العذراء من الاستمتاع براحة ربيعية أكثر هدوءا، وسيكشف حرصك على مراجعة المستندات عن خطأ ما، وسيساعدك تصحيحه في الوقت المناسب على توفير موارد مالية كبيرة. سيسمح لك الدخل الثابت بتكوين مدخرات لخطط الصيف التي بدأت تتضح معالمها. في العلاقات العاطفية تجنب النقد المفرط للأمور الصغيرة التي لا تؤثر جوهريا على جودة العلاقة. سيكون اللطف والصبر هما السلاحين الأقوى في مارس لبناء الثقة أو استعادتها في علاقة طويلة الأمد. يجب على مواليد برج العذراء غير المرتبطين أن يثقوا بشعورهم الذي يحذرهم في الوقت المناسب من الأشخاص ذوي النوايا السيئة. تجنب المظاهر البراقة، ادعم صحتك النفسية بمزيج متوازن من الاسترخاء والنشاط البدني. توقعات شهر مارس لمواليد برج الميزان. في العمل ركز في شهر مارس على تعزيز التعاون مع الأشخاص الذين تتشارك معهم القيم الأخلاقية والجمالية نفسها. وفقا لتوقعات الأبراج لشهر مارس ستكون مهاراتك الدبلوماسية مفتاحا لفتح باب مشروع ضخم قد يكون له بعد دولي. ستحقق نجاحا ماليا، فقط كن حذرا بشأن احتياجاتك الحقيقية وما هو مجرد نزوة عابرة ناتجة عن ضغوط الإعلانات. سيستمتع مواليد برج الميزان المرتبطون عاطفيا بشهر مارس، ويعود الفضل في ذلك بشكل أساسي
إلى قدرتك على إضفاء جو من المرح والفكاهة على الحياة المشتركة حتى في أصعب الظروف. لا تتردد في مناقشة مواضيع أعمق في نهاية الشهر، هذا سيساعدك على فهم العالم الداخلي للشخص الآخر بشكل أفضل. مواليد برج الميزان غير المرتبطين قد يواجهون عاطفيا ارتباطا مفاجئا أو انجذابا مفاجئا تجاه شخص كانوا يرونه سابقا مجرد زميل أو صديق جيد. ستعتمد حالتك الصحية بشكل مباشر على السلام الداخلي، لذا تجنب النقاشات السامة والجدالات غير الضرورية والصراعات التي لا تهمك على الإطلاق. توقعات شهر مارس لمواليد برج العقرب. التفكير الاستراتيجي في شهر مارس سيمكنك من كشف الدوافع الخفية وراء تصرفات الشركاء في العمل، أو تنبيهك إلى نهج أو اتجاه غير نزيه من أحد الزملاء. بفضل ذلك ستتمكن من تعديل الاستراتيجيات ومنهجك في الوقت المناسب. يعد هذا الشهر مناسب لإتمام العمليات المالية المعقدة التي تتطلب تركيزا عاليا وتكتما. سيكون حدسك المالي أو شعورك المالي في أوج قوته في مارس وفقا لتوقعات الأبراج. في الأمور المالية استمع إلى شعورك وحدسك الذي يعدك بمعجزات. في الحياة العاطفية ركز على قوة وعمق المشاعر، ولكن لا تنسى احترام حدود شريكك الشخصي. سيعزز تجاوز العقبات البسيطة معا علاقتكما بشكل جميل. على مواليد برج العقرب الغير المرتبطين توخي الحذر من المواعدة عبر الإنترنت. تفضيل اللقاءات الشخصية في الواقع. عزز لياقتك البدنية بممارسة تمارين تقوية العضلات بانتظام أو زيارة الساونا. في شهر مارس سيقوي ذلك مناعة جسمك الطبيعية ويساعدك على التخلص من آثار إرهاق الربيع. توقعات شهر مارس لمواليد برج القوس. سيجلب لك شهر مارس رغبة في خوض تجارب جديدة في مجال العمل. ستتساءل عما إذا كنت قد بقيت على حالك طوال الأشهر الماضية، وما إذا كان الوقت قد حان لتجربة شيء جيد. وفقا لتوقعات الأبراج الحالية لا تخف من خوض بعض المخاطر، خاصة عند طرح أفكار مبتكرة، لأن شجاعتك قد تلهم الآخرين أو تفتح آفاقا جديدة. تعامل مع أمورك المالية بحكمة، فهناك احتمال أن يفاجئك رصيد حسابك في نهاية الشهر بشكل غير سار. كن أكثر حذرا خاصة عند السفر. أما في العلاقات فحاول أن تعيش اللحظة الحاضرة وأن تبقى واقعيا. إن التطلعات للمستقبل رائعة وجميلة، أمر جميل، لكن شريكك سيقدر الواقعية وحل المشكلات العملية. الاهتمام الصادق بأفراح شريكك وهمومه سيفتح الطريق لمستوى جديد من الألفة المتبادلة في شهر مارس. إذا كنت تبحث عن الحب فإن مارس يشجعك على زيارة أماكن مرتبطة بالسفر أو الرياضة أو الثقافة. ادعم صحتك بممارسة التمارين الرياضية النشطة بشكل متكرر، وخاصة التنزه في الطبيعة، مما يساعدك على الحفاظ على صحتك. ويجب عليك الاهتمام بالوجبات الصحية. بالنسبة لتوقعات شهر مارس لمواليد برج الجدي، سيبدأ اجتهادك ومثابرتك أخيرا في جني ثمار جهودك في شهر مارس. إذا كنت تشعر ببعض الشكوك حول مغزى أفعالك في الأسابيع والأشهر الماضية، فسيتضح لك كل شيء الآن وستشعر بالرضا التام. على الصعيد المهني حان الوقت لتثبيت أوضاعك وبناء أسس تضمن لك صيفا أكثر هدوءا. ستمكنك الإدارة المالية الرشيدة من شراء ما كنت تفكر فيه منذ فترة طويلة. في شهر مارس لا داعي لتأجيل هذا الشراء أو الحصول على هذا المطلب. في العلاقات ركز على المصداقية والوفاء بالوعود، فهذا ما سيقدره شريكك أكثر بكثير من الانفعالات المفاجئة وغير المتوقعة. ستمنح التجارب المشتركة المخطط لها بعناية والمواعيد الثابتة في جدولك حياتكما معا الشعور بالاستمرارية اللازمة. أما مواليد برج الجدي غير المرتبطين فيجب عليهم أن يكونوا منفتحين حتى على الأشخاص الذين لا يلبون جميع معاييرهم الصارمة من النظرة الأولى. يمكنك الحفاظ على صحتك من خلال تناول مكملات المغنيسيوم بانتظام والحصول على قسط كافي من النوم الجيد بعد أيام العمل الشاق. بالنسبة
لتوقعات شهر مارس لمواليد برج الدلو. سيحمل لك شهر مارس العديد من الأفكار المبتكرة، ستجذب هذه الأفكار بالتأكيد الاهتمام الذي تستحقه، ولكن سيتعين عليك تقديمها بوضوح. قم ببعض الترويج لها وإلا ستتلاشى في الخلفية، مدفوعة بأفكار زملائك الأكثر جرأة. يتوقع برجك أنك ستحتاج في حياتك المهنية إلى بذل المزيد من الجهد للتحلي بمزيد من الانضباط والتركيز على الهدف، وإلا ستبقى رؤيتك العظيمة حبيسة للمفاهيم النظرية. تستقر أوضاعك المالية الآن بفضل نهجك الحكيم في الاستثمارات. أما في العلاقات فستمر بفترة تحتاج فيها إلى مزيد من الحرية، وهو أمر عليك مناقشته مع شريكك بهدوء وبشكل مسبق. سيصبح فهم الاختلافات المتبادلة أساسا لانسجام أعمق يدوم طوال العام. قد يلتقي مولود برج الدلو الغير المرتبط بشخص يشاركه نفس الاهتمامات خلال الأنشطة المتعلقة بالبيئة أو العلوم أو العمل التطوعي. ستكون صحتك جيدة في شهر مارس، ولكن يجب عليك تجنب الأشخاص الذين ينشرون الجراثيم من حولهم. وأخيرا توقعات شهر مارس لمواليد برج الحوت. في شهر مارس ستركز جهودك في العمل على مهام تتطلب خيالا واسعا. ستساعدك قدرتك على فهم ما بين السطور في هذه المرحلة. على الصعيد المهني ستتمكن من طي صفحة كانت تعيقك داخليا وتستنزف طاقتك الإبداعية. تعامل مع الأمور المالية بواقعية ولا تنخدع بالعروض التي تعد بعوائد خيالية. وفقا للأبراج ستستفيد علاقتك العاطفية من قدرتك على الإنصات وخلق جو من الطمأنينة والأمان. ينصح بالتخطيط المسبق لحلمك بالمستقبل مع شريك حياتك. ابدأ بالتفكير في كيفية تحقيق هذه الرؤى تدريجيا. أما مواليد برج الحوت غير المرتبطين فلديهم فرصة كبيرة للقاء مميز في نزهة مسائية. احرص على الحفاظ على صحتك في مارس بشرب كميات كافية من الماء وتناول شاي الأعشاب الذي يساعد جسمك على التخلص من السموم. هذه كانت توقعات الفلك والأبراج لمواليد كافة الأبراج في شهر مارس 2026. أتمنى لكم شهرا سعيدا مليء بالنجاح والسعادة في كل شيء، ونتمنى منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وممتع وشيق من قناتكم العالم الجميل نايس وورلد. نشكركم وإلى اللقاء.